السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افيدك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق ايستوريا. التطبيق ده مساحته 36 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده خاص بتعلم اللغة الانجليزية بس بطريقة مختلفة شوية. لو انت عندك جزء ولو بسيط في اللغة الانجليزية او يعني تعرف ولو جزء بسيط من الكلمات والمعاني اللي انت درستها او تعلمتها، فانت بتقدر من خلال التطبيق ده ان هو بيكمل اللي انت اتعلمته. ازاي؟ التطبيق ده بيعلمك اللغة الانجليزية من خلال قصة، من خلال مستويات للقصة. يعني ايه؟ يعني هو بيديك قصة تقعد تقراها، ماشي، وتشوف الكلمات اللي فيها. قدرت تفهم الكلمات اللي فيها، يعني انت بتقرا الكلمات، كل الكلمات اللي انت بتقراها تمام ماشية معاك، انت عارف الكلمة دي معناها ايه والكلمة دي معناها ايه والكلمة دي معناها ايه. يعني مثلا I am play football، او I am football player، انا لاعب كرة قدم. ماشي، بتقرا الكلمات دي مظبوطة والكلمات دي انت فاهم معناها. جت كلمة مثلا غريبة شوية او انت مش فاهم معناها، بتختار الكلمة دي بتدوس عليها، بتلاقي التطبيق ده بيحطها من ضمن الكلمات، بيترجمها لك في الاخر ويعلمها لك في الاخر ويعرفك معناها ايه. طبعا انت دلوقتي قريت السطر الاولاني لقيت فيه كلمة، والسطر التاني لقيت فيه كلمة، وكملت القصة وبعد مثلا ما قلبت الصفحة لقيت سطر تاني فيه كلمة. فانت كل كلمة بتلاقيها صعبة معاك بتختارها ان هي تترجم لك. وبعد كده التطبيق بيختار كمية الكلمات اللي انت اخترتها كلها دي بعد ما تقرا القصة اللي هي مثلا في المستوى الأول أو في المستوى التاني أو في المستوى التالت على حسب، ويترجمهم لك كلهم. بعديها بفترة بيعمل لك اختبار في الكلمات دي كلها، ويشوفك انت عامل ايه فيهم، وهل انت اتقنتهم ولا عرفتهم ولا حفظتهم ولا ايه. دي طبعا نوع جديد من تعلم اللغة الإنجليزية وحاجة كويسة، بس هي مش يعني مش ما ينفعش ان اللي بيجي بيبدأ يتعلم على التطبيق ده يكون واحد بادئ من الصفر، يعني واحد ما يعرفش اي حاجة في الانجليزي. لا، لازم يكون عنده ولو حصيلة كلمات بسيطة. لما بتحمل التطبيق ده ويكون عندك حصيلة كلمات ولو بسيطة بيعمل لك اختبار. ممكن انت تعمل الاختبار، ممكن يدخلك في المستوى التاني على طول من القصة، المستوى التالت، كله طبعا مستوى بيصعب الكلمات ويصعب القواعد وكده علشان انت تقدر تتقن اكتر من كم كلمات كبير تقدر انت تتعامل بيه في حياتك اليومية. يا اما بتختار انت المستوى الاول على طول، يا اما انت بتخليه يعمل لك اختبار وهو اللي يختار لك المستوى. ده كده فايدة التطبيق والغرض منه. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح التطبيق. بالنسبه للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين ريت تسيب لي في كومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.